السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنت عايزة أتكلم على موضوع السوشيال ميديا. كل حاجة في الدنيا ليها إيجابيات وليها سلبيات. السوشيال ميديا لو استخدمناها استخدام سليم هتبقى إيجابيات، وطبعا العكس. طيب تمام، مفيش مانع يعني إن في ناس بتدخل مثلا السوشيال ميديا تنزل مثلا، يبقى عندها صفحة على الفيسبوك بتنزل عليها فيديوهات، طالما حاجة هادفة بتنفع الآخرين، تمام. يبقى دي حاجة إيجابية. إنما لو حاجة تانية مثلا موضوعات بتبقى مش ذات قيمة، يعني بتبقى حاجات دون المستوى، بتبقى حاجات خارجة عن الأدب، يعني لا تمت للعادات ولا للأديان بأي صلة. نفس الحكاية اللي بينزل فيديوهات مثلا على اليوتيوب، على أي منصة من المنصات الأخرى، يعني لازم يبقى في حاجة. يعني طب إيه الهدف بعد كده؟ يعني أنا منزلة محتوى معين، لازم أعرف أسأل نفسي إيه يعني إيه المغزى منه، وإيه الناس هتستفيد إيه من كده. للأسف الشديد إن مش عارفة فيه بقى، مش عايزة أقول فئة، لأن بقى الأغلب للأسف الشديد بقى الأغلب من الناس بتنساق وراء فيديوهات دون المستوى. يعني لو في مثلا طبعا بدون أي مقارنة، بس ده اللي بيحصل يعني. لو في مثلا فيديوهات حد بيتكلم في الدين، حد بيدي مثلا دروس في الدين، حد منزل القرآن الكريم، أي حاجة دينية، أي حاجة اجتماعية، أي حاجة هادفة، ممكن أطلع منها بحاجة تفيدني في حياتي وفي ديني والدنيا يعني، والحياة اللي احنا عايشينها. ما بيبقاش عليها إقبال، ما بيبقاش فيه مشاهدات. الناس عايزة يعني تخرج نفسها تقريبا من مشاكل الحياة والهم اللي هي عايشاه، بإن هي تروح مثلا حد بيغني، حد بيرقص. كمان الأغلب من كده اللي أنا لاحظته عليه إقبال شديد جدا جدا جدا. يعني بحكم إن أنا بقالي كتير على اليوتيوب. الأبراج، أنا شخصيا بالنسبة لموضوع الأبراج ده اللي بقتنع بيه الصفات، يعني صفات برج معين. البرج ده مثلا صفاته كذا وكذا، عصبي، يعني بتبقى فيه غالبا نقول ايه 90% من صفات الأبراج بتبقى موجودة فعلا في صاحب البرج. والأبراج يعني مذكورة في القرآن، وربنا أقسم بيها يعني. لكن الطالع وأوراق التاروت وحظك اليوم والحاجات دي كلها، ويحصل لك ايه بكرة، ويحصل لك كمان ده لو هيحصل لك ايه كمان ثانية، مينفعش، لأن ده بيعتبر غيب. مش بيعتبر، هو فعلا غيب، يعني غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فأنا عايزة أعرف إيه كيفية الإقبال على ال 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 الأوراق التاروت وضرب الودع، وفي ناس، يعني أنا دخلت على ناس بالشكل ده، لقيت في أوراق تاروت ليهم جمهور رهيب. ضرب الودع جمهور، وعلى جميع المستويات، ومن كل البلاد، من كل البلاد. في كمان حاجة جديدة عرفتها واكتشفتها واستغربت جدا، ان في ناس بتصدق الحاجات دي، ان في ناس بتحط فحم، يعني بتجيب موقد نار كده وبتحط عليه فحم وتولع طبعا في النار، الفحم بيطلع نار بقى لانه ولع يعني. والست مثلا او الراجل يقعد قدامه ومعرفش بيشوف ايه بقى، والله اعلم اللي بيشوفه، او يعني اي يعني ما يعني ما اعرفش، انا ما بعتقدش في الحاجات دي طبعا. بيقعد يقول بقى يعني
الدنيا فيها ايه والاخبار ايه وبكره يحصل لكم ايه، واعملوا كذا عشان توصلوا لكذا، واعملوا كذا عشان توصلوا لكذا، لان هيحصل لكم كذا والسنه مش هتخلص غير على يعني لا اله الا الله، لا اله الا الله بجد. آم، طبعا انا مش بتكلم في الدين يعني، لان انا مش بفتي يعني، انما يعني بالعقل كده، بالعقل انا هعرف منين بكره يحصل لك ايه؟ في ناس بتقول ان هي معاها حد بيقول لها، طيب بناء على ايه الحد ده بيقول لها؟ ايه المقابل؟ بلس ان ربنا خلق كل جسم ليه كثافة، كل مخلوق ليه كثافة. انا جسمي كبشر ليه كثافة، وجسم الجن ليه كثافة، واجسام اي مخلوق تاني ليه كثافة. يعني مفيش حاجة كده، مفيش حاجة كده معمولة اعتباطا يعني، لا طبعا كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني عاملها بمقدار. فازاي احنا كبشرية وجن ازاي ننسجم مع بعض؟ يجي هيقف قدامي بقى يقول لي فلانة دي هيحصل لها كذا بكرة، ولا هيقول لي في ودني، هيوشوشني في ودني مثلا؟ لو وشوشني في ودني يبقى ده مرض نفسي، يبقى انا محتاجة دكتور. لو انا شفت حد قدامي برضو اعتقد ده مرض نفسي يعني. كتير جدا ناس كتير جدا تقول لك انا شفت حاجات واتكلمت مع مش عارفة ايه وحصل. كل الناس طيب اثبتوا لي يعني، حد يوريني حاجة. مفيش. ايوه بنشوف يعني ممكن مثلا نبقى قاعدين وفي خيالات مثلا تعدي من قدامنا، ماشي. ما هو كل مكان في الدنيا ليه عمار. عمر المكان بقى ملايكة علشان مثلا الناس بتقرأ قرآن، الناس بتصلي. آم، يعني في احنا مش ربنا ما خلقناش لوحدنا، بس مش معنى كده ان احنا نتواصل مع بعض. ربنا خلقنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش عشان نتواصل مع بعض، وإلا كان ربنا قال في القرآن بصراحة يعني. يعني احنا أمة وهم أمم يعني ربنا ما خلقش كده. ما هو في جن، في إنسان، في حيوانات. طب يعني حد يقنعني ان ممكن حد يهمس لحد في ودنه، او حد يجي يقف قدامي كده يقول لي فلانة دي او فلان ده في مشكلة هتحصل له في. ايوه تمام، السحر مذكور في القرآن ومحدش يقدر ينكر ده. وبيستعينوا مش بيستعينوا بقى بالناس اللي بتعمل اسحار للناس وكده، مش بتستعين بالجن، بتستعين والعياذ بالله يعني مع الشياطين، يعني بتتعامل مع الشياطين. عشان كده بيبقى الموضوع سهل. فبيبقى في صفقة لأن الشيطان موجود في حياتنا، والشيطان فعلا اوريدي بيوسوس لنا وممكن يقول لنا حاجات مش حلوة نعملها سواء بالهمس كده، أو سواء في حلم مثلا، نشوف حلم مثلا نصحى نعمل اللي احنا شفنا في الحلم ده، نتيجة ان اعوذ بالله ان الشيطان وسوس. فالسحرة اللي بيعملوا حاجات للناس مش كويسة بيستعينوا بالشياطين، ما بيستعينوش مش بيستعينوا بالجن، لان الجن مخلوق فيهم المسلم وفيهم المسيحي وفيهم اليهودي زينا بالظبط. ما يعني مش مسموح لهم ان هم يعني صعب لان في بوابات وفي يعني اللي درس في علم الطاقة يقول لنا ان هو في يعني جسم الإنسان فيه حواليه هالة من حاجات معينة، نور بقى من يعني كل حاجة سبحان الله ربنا خلقها. يعني ما ينفعش الهالة اللي بتحيط بجسم الإنسان البشري يخترقها جن كده بسهولة كده، السلام عليكم أهلا وسهلا اتفضل. لا، إلا إذا ودي برضو أنا مش متأكدة منها، إلا إذا كان الإنسان بعيد تماما عن ربنا، وفي مداخل كتير جدا عنده للشيطان إن هو ممكن يدخل له منها. يعني والله أعلم برضو ده ممكن يحصل ولا لأ. فأنا عايزة أقول إن هو حالنا عمره ما هيتظبط طول ما احنا منساقين ورا حاجات
ملهاش أي علاقة بالواقع اللي احنا عايشينه ولا هتفيد بحاجة. جربوا، أنا جربت كده زي ما قلت لكم إن أنا دخلت كنت بسمع حاجات، حد بيقرا أوراق التاروت، حد بيقرا الفنجان، حد بيقرا الفنجان على حسب كل برج. مفيش حاجة بتحصل. يعني لو حاجة حصلت في وسط 50 حاجة اتقالت يبقى كذب المنجمون ولو صدفوا. إنما مفيش حاجة بتحصل. ده في ناس بتقسم بالله، أقسم بالله وأنا ما بقولكوش حاجة غلط، أقسم بالله هيحصل كذا. طب بتقسمي ازاي؟ هو ربنا اداكي سره؟ فأنا والناس كلها يعني لو تقروا التعليقات، ربنا يكرمك، ربنا يجازيكي كل خير، أنا عملت زي ما انتي قلتي وفعلا حصل لي كذا وفعلا حصل لي كذا. في حاجات محتاجين نعيد فيها، مش هقول تفكير، نعيد فيها برمجة نفسنا، لأن البرمجة بتاعتنا فيها حاجة بقت غلط. يعني فيها حاجة باظت. بلاش ننساق ورا الوهم. بلاش ننساق ورا يعني هيعمل ايه لو انا قعدت اتفرج على فيديو رقص، يعني لو حتى لو مرة ولا مرتين، انما تبقى متابعة كاملة، متابعة ومشتركة وبقول بكتب لها تعليقات. يعني ايه الاستفادة اللي هتيجي عليا ان انا اعمل حاجة زي كده؟ اي حاجة مقدور عليها الا موضوع علم الغيب ده. ربنا يعافينا ويعفو عنا ويبعد عننا الشياطين، شياطين الانس وشياطين الجن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي محمد يا رسول الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.